الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وآله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر، فقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد عرف ربه. وقرأ في الآخرة قل هو الله أحد حتى انقضت السورة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عبد آمن بربه. أخرجه ابن حبان والطحاوي وهو قوي الإسناد. فمن قال عرفت ربي بالعقل والإلهام فهو مبتدع، لقد عرفنا كل شيء بالله. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وكان هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه، فدل على صحة قول علماء السلف الصالح رحمهم الله أن الله يعرف بالله والأشياء كلها تعرف بالله. وهذه المعرفة إنما تحصل بالتأمل في آيات الله المتلوة والكونية بقلب يستنير بنور الوحي، ويتأمل صفات الله وأسمائه وبديع صنعه في مخلوقاته وتفرده بتدبير أمور خلقه، مستدلا لذلك بما ثبت في الوحي. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: وإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل أعرفه بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وصدق من قال: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.